أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تماشاوانین هیجاد برنامه کنوده ام دیستال پیشبری ونه خود تعالی توفیقا ما تفج آراست ربده ام لسر عقیده ام خبادن برنامه ام لسر عقیده ام ویاجی لسر ركن اول ركن اول جي ام لسر باورياب خود تعالی صفت خودی ام دبیجن ام سر باورياب خودی باوریا حبونا رب کائناتک و ربک جوی عالمی رهی ما سروی خبر داده درس خوی بهری ده ام ویگا جوی درس خوی بهری ام دومینه اویاکو دلیلک لسر حبونا خودی دلیلا فطرتی ما گود او دلیلا کو هر کس دو خود فرق تکه ایدی ام سروی دبیجن دبی انه شعور مشترك بين جميع الناس ناف تبي انسان ده شعورك يعني مشتركة هر كستيدة مشتركة يعني تشتكي فرق تخدك وربك وهي يقوم في نفس الطفل الصغير حتى ددلي زاروكا ده اف زاروكي بتشوك ددلي وانده اف شعور هي قلبي وانده والإنسان البدائي إنسان يقول شولابن ولو هي علم ودرس وزانبون نديتنا مثلا دوغاده جي اف باوري هي والإنسان المتحضر إنسان يكون مدنينة لباجارة ما ظنبونه ياخد مكتبة دد أو قدد يعني مثلا ما ظنبونه دوادة جي أف باوري هي والجاهل إنسان خوانداجي والعالم إيه خوانداجي والباحث إنسان يكون لكولينيتك أرشترميتك والفيلسوف إنسان فيلسوف جي دوان ده أفوكية والعبقري إنسان زحف ماهر بعاقل جي دوان ده هي والمفنن إنساني كو قالك علم خوانديا ويا علمي فني خوانديا والخبير في المعملي إيكو أف إنساني يعيش شي كود فابريقات شغلا الكارخانات شغلا مسألة دوادة جي أف هيا والمرأة في عقر داريا بيركا كود مالا خود زيدا ناقرجي ويرجي أف باوري هيا كل هؤلاء يشعرون بشعور مشترك تف شعور كواني مشترك هيا تخد تشتكي فرق تكنتف أن الله حق زان كي ربك في عالمه ناوي الله في حقه وأنه القابض على ناصية كل هر تشتستي فيديه يعني كنترول أو كهر تشتكي محافظة كنا هر تشتكي دستي فيديه أف يعني دليل حقيقته أف دليل بس هذا ولقد أشار القرآن الكريم إلى هذا الدليل القرآن يتقلق جيادة بحثا في دليل فطري كريه دليل الفطرة بقوله بتويقوتنا خدت على قالت رسولهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض پیغمبرا کیجا پیغمبر گواه چویا مساش قومی خوره بحثا خودی کریه جوار گوتیه مذهبونا خودی ده شک هیه يعني ونجي زانن فطرتا ودجيه ون بخوجي تفرقي دنا كوش في عالم را لازم ربك هبه هبونا في ربي ده ما شك شبهك هي يدعوكم ليغفر لكم أف ربكو هاركس بي باولا وشك ده هبونا ويتنية أفرب ودعوتي ديني خدك ودعوتي الريا خدك نظام خدك قانون وحكم وشريعة خدك جبوكو قنهي وبغفرين أفتشتي وكريه وشاشي وقنوه أوكو فلان وتشتي بأمريا خدي وكفر ضلالتا كون بري للسربون جبو عفوك بغفرين باقش بك السروة خدت على ودعوتي ريا خدك ودعوتي إطاعة خدك آياتها هنجي سورة إبراهيم آياتها دها وقال تعالى آيات كتا خدي قلت فأقم وجهك للدين حنيفا قلت بري خو بدا وي دينك حنيفة يعني أو دينك خالص بو خديه شريك يعني شريك وش خديرة چيكنا شريكا خديرة تيتنيد باوريا ويدا بري خو بدا وي ديني أو دينك خالص بو خديه فطرة الله التي فطر الناس عليها أو فطرة أو دينك وفطرة إنسانيته خوي تعالى إنسان لسري خلقان ديه اف ديني إسلامي ديني فطرته يعني خدا وقتا خدا إنسان خلقان ديه سر في ديني خلقان ديه لا تبديل لخلق الله جي خلقيته خديرة اف فطرتك وخوي تعالى إنسان لسري خلقان ديه تبديل جيرة تنية ذلك الدين القيم ديني قيم أفا ديني صاغ ديني راس مستقيم أفا
ولكن أكثر الناس لا يعلمون. أما أكثر إنسان في ديني نزعن. أبجي آيات الروم يعني الروم سورة روم آيات سهي. وقال رجل وقال جل وعز آياتي دا خوية تعالى وها قوتي صبغة الله اف اسلام اف دين اسلامي که خودش شاندیش انسانیت را اویا مودا خودیه بویاغا خودیه شکل کی که خدا انسان لسری خلقان دیه و من احسن من الله صبغه مودا کی جمودا خودی چیتره بویاغا کیش بویاغا خودی خوشک تره یا او شکلی که خودی دایی انسان شکلی کیش شکلی که خودی تعالی چی کری خوشک تره هیه يعني اف شكل كائنات شكل انسان كو خويا تعالى دايده يعني اف ديني هانيكي كو شكلكش حياة انسان را يا كي جوي چيتر هي يعني قانون و نظاما كيش قانون و نظاما خودي چيتر هي ونحن له عابدون امش خودي را عابد ام عبادتي خودي تكن مادم كي ديني حق اي خودي مادم خويا تعالى انش يعني اف شكل هانيكو خويا تعالى دايه ما شكل كسي جي خوشترتنيه ام جير عبديتي يتكن وام اطاعة امري ويتكن. في سورة بقرة آية 138. وفي ذلك يقول كمون هذه الفطرة كمونا في فطرة هانيك وتجليها عند الشدائد يعني اف فطرة مثلا جاند مرفدة تيفا شارتن اف باوريها جاند انسانه دا تيفا شارتن جانا جي درد كوا حولي يعني مثلا تدي آقر تدي جانا مثلا الدورة آقر خولي دقره دبني خولية دا آقر هيا اما دورة وي خولي قرتية سري خولي قرتية مرف جانا نت فرق ديكو او آقر هيا جارنا جي تدي او آقر دركت حوله یا یکی پفکریه ده پفکریه او خلیار سری دا آلی و مثلا پفکریه تنری او آگر گشبو ایدی اف فطرتك و باوریا بخوده جاند انسان ده تي وشارتن جانا جد انسان ده درد که بحوله من المعلوم أن فطرية الإيمان بالله لا تعني بالضرورة أن يكون الإنسان متوجها إلى الله دائما ملتفتا إليه أفكم دبي باوري فطرة الإنسان ده نايفي معنى كو أفتشتي هاني دائمي ولو خديت بيرا إنسان ده ودائمي إنسان ولو بريوي الخدية ودائمي ولو يعني خودي تعالى بيراوي ديه تجارش خودي غافل نابه يعني معناه كون به فطرة نأفة في جميع حالات وآنات إذ رب عوامل تتسبب في إخفاء هذا الإحساس في خبايا النفس وحناياها شنكو يعني قالك عامل هنا يعني قالك أسباب هنا مثلا كو جاند بس سببه كو إنسان خودي غافل دبه خودش بيرا انسانات جه حتى هناك جي جانا يعني وكا كود كفنا او كا انكاري ده يعني او مثلا انكارت كنت بيخوي تعالى تنيجي كفنا انكاري ده جي يعني حتى كفا درجك غفلتا افقا زيدت بكافر جي كفا درجك وصاده اما اف انسانها اذا بالانسان يسمع نداء فطرتي بوضوح وأما عندما يرتفع ذلك الحجاب المانع عن الفطرة وقت أفبرد تديش سر إنسان رابو تدنيري إذا بالإنسان يسمع نداء فطرتي بيوض تدني دنجي فطرتي هاتي تدي سبب نشيبون أسباب نشيبون تدي أو آقري تدي أو خليا كل سر آقري أو أسبابك وتبونا سببك خديش بيرا إنسان بريا بيا سببك إنسان ربي خو إنكار كريا بيا كافر أو أسباب غاواج حولي رادبن تدنيري أو إيمانك وتفطرتا ويدا هي قلبي ويدا هي تدنيري أو إيمان دركة درفة ومواجهة الإنسان للمخاطر والشدائد من أبرز العوامل على إزالة ما حجب الفطرة عن الإيمان بوجود الله مثلا أن إيكو زيدا خوليش سر
جسر آگری ایمانی کت قلب انسان دیه رونایا ایمانی کت قلب انسان دیه خلیه کش سر دا آلی ان اسباب زیده کو ایمانی درتخ درفه و ایمانت قلبی انسان دا گشت که وی فطرتا کت قلبی وی دا وشاریه وی فطرت درتخ درفه ان زیده ترسو و تهلیکنه گاوا انسان پیشه خود ترسی بینه تهلیکت بینه زو خودت که بیراوی تدی او آگری باوری زود قلبی وی دا گشت بو مثلا یه وقتا انسان تکوه بحره ده مثلا انسان تکوه بحره ده و تنیری هیچ جیکی کو و پیل بحره تین و الگمیه تخن و دنیا شوه و ایدی جیر رحنکای خویاناکن تعادا تساحل خویاناکن و دوی دریده کو وقتا کو پچکی پیل زیده مازن گاوا کو الگمیه بکون و گمی زیده بکوه تهلیکا کو غرق ببه او حالت کی وصا گاوا کو چید بل انسان عجیب خودی زود که بیرا انسانا این انسانی کو کفراوی شدید جیبه کو باوریاوی خودی نباورم جی تدی وی او انسان جی تدی باوریا کو قلبی وی ده وشاری درکت در و گو یا ربی یا ربی یا ربی تدی گازی خودی کر انسان مثل طیاره ده گاوا کو طیاره بکبه و طیاره او دبه یا تهلیکه کل طیاره چید به این انسانی زیده کش خودی باور ناکه و دبیس کافرم و بخبونا خودی باور ناکه تدنیری همن او باوریا کت قلبی وی ده وشاری درکت در و تدی گازی کر یا ربی یا ربی یا ربی وی شکل هانی دی خودی تعالی گلک آیت ده اشارتی وی نقطه ها کریه بقوله قوتي هو الذي يسيركم في البحر في البر والبحر ايكو دبريده ودبحريده يعني دبجيده ودبحريده ايكو ودبوتنا خد تعالى جل جلاله خد تعالى امكان ده وكون شخوره لسر بجيجي تشن هاب حيوانا بهاب لنجي خو بهاب او خد تعالى في قابليتي في امكان الدواء هاجي دبحريده درياي ده وقتهم دشن او جي بجميع باوكاب قايكا وسائر حتى إذا كنتم في الفلك وقتا كنت كبنا جميع وجرينا بهم بريح طيبة نري باكي خوش هات وجميع له خوش مشيا وفرحوا بها إنسان له كيف وهات قو الحمد لله مش تهليكيد محافظة دنا جاءتها ريح عاصف تدري باكي شدت لي هات وجاءهم الموج من كل ما كان جار آلية وان و تدنيري بيل هاتن ولو بيل مظن وكتشياب سروان وهاتن وظنوا أنهم أحيط بهم اتكبنا في باورية إنسان ويشاخي اتكبنا باورية كده أرتق فلتو خلاصية متنة أرتق تهليكي دورا ما قرت أرتق أم إمرنينة اتكبنا حالتك يوصى تتشارك أرتق ريك أميدة كوان تشارك يعني خياناك دعوا الله مخلصين له تدنيري وقتا اسباب تفقط بون امیدا وانج اسبابها تبرین تدی گازی خودی کرن یا ربی یا ربی اوی کو زیده باوریا وان بخودی تنیجیش کو بنی خودی انکار تکن او جید کبنه وی حالتی گازی خودی تعالی تکن دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا تبي يا ربي اجرت ما خلاص من هذه جفي تهليكها لنكونن من الشاكر امي بنج عبدي تيكو شكريتتكن ذرياته دمشن أمي ببنى جوان عبادته أبيا دق يعني هر كسي تخوض أفتشتي هاني فرق كريه يعني يصبحوا كتمة جميع من بخوا أفتشتي هاني من فرق كريه قالك يعني جفي نقطة ده قالك حكاية وقصات جهنة في شكل هاني أبيا كس نكار إنكار بك إدي يكجي انحراف الفطرة فطرة جانا يعني هدفها خد كذا جانات كفريك الشاش لفترة غير أن الفطرة التي فطر الله الناس عليها قد يصيبها بعض الآفات جارنا هناك آفات لفترة بيداد بن فترة إنسان دقهرينة كذا مثل ريك الشاش ده والعاهات والصوارف فتشويهها وتخرجها عن طبيعتها وتقع حالتك نخوش كده ويج طبيعته ويدرت خد كفريك الشاش ده كما يحدث ذلك في الحواس كالسمع والبصر شوى تدي إنسان وقتاش دي أخوارا تشد بتشعبي بيها أما تدنيري تشتك آفاتك بلاك يا أو كنخوشية كي تدي شعبي إنسان شو
او چاو بريت فطرتاوي ده هي نورمال وقتا وخدي خلقان دي اما تري چاوي يا شخص كي چاوي كوركر تدي چاوي شو وياخد انسان يري جهوي هي دنگات كه تنيري يكي يا تشتكل جهوي خص يا شقامك يا بشكلك يا انا خوشيكي تدي جهوي شو فقد يولد المولود سليم الحواس والأعضاء هر زاروكي قدام جديا خورد والده أكثر لسر صحته ولسر سلامتي والده هر تشتيوي تمام آزايوي إلا أنه قد يعترضه عارض يفقد سمعه أو بصره أو حسه أو شيء منعه أما تنري عارضك ليه تشيبو نقوشيك أو كقدورمك ورحاصل ليه تشيبو تنري أو تشتيكو خدت على فترتها ويدا خلقان دي ولو والدية تنري جهة تستاندن وإلى هذه الحقيقة قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم سر في حقيقته بيغمبري ما قصد في حقيقته كريه يعني يا إشارتي في حقيقته كريه قصد رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما من مولود يولد إلا يولد على الفطرة شقا زاروكي كشتيا خورا دولده لسر فطرة دولده أو شكلك خدت على ويلسري خلق عندي جيرا تقدير كريه لسر وي دولده فأبواه يهودان أو ينصران أو يمجسانه ديوباوي وي تكنا فالله يا تكنا يهودي يا تكن مجوسي يا باشقى باوري دن يعني قاوا دولده هر زاروك لسر فطرة إسلامي دولده تيدا باوريا خودي هي تيدا باوريا إسلامي هي أما بشرة بالزمان ديوباوي وقتا فالله بنت ديوي زاروكي كرنا فالله ويش فطرتا وي دور كرن وي كرنا فالله يا مثلا ديوباوي مجوسي بنت دي ويكرنا مجوسي يا يهودي بنت دي ويكرنا يهودي باوريا يهودي تي بيدانه هين كرني ويش فطرتا ويدور كن او فطرتا اسلامك خدي ويلسري خلقان ديه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء حيوان قافا مثلا جديا خورا تشيد با او حيوان تدي هرتشتي تماما شعبي وي قهي وي لنقي وي والحاصل الشكلك خدي ويلسري خلقان ديه تشيه يعني أصل يعني تقديره خدي يعني مثلا شيء حيوان ولود ولد جدي أخرى هل تحسون فيها من جدعاء ما ودي حيوانك جدي أخرى بولد قهوي بريبة يا بقهبة يا فلان بوتشكي وصاديتيه أكثر حيوان سر أو كاخويا ثم يقول أبو هريرة راوي الحديث بشرى أبو هريرة راوي حديث واقرأوا ببخل إن شئتم مقرون بخاذ فطرة الله التي فطر الناس عليها أو فطرتك وخديت على إنسان لسري خلقنا أو فطرت يعني زاروك لسروي فطرتك وخدي إنسان سري خلقنا لا تبديل لخلق الله تبديل خلقيته خويته هر زارو قفا دولده وصايل سر باوريه دولده خدي وان وسط خلقنا لسروي باوريه أما بشترى إيدي إنسان تدي أوكتكن إيدي باوريه نوددنا هف باوريه نو جدورا خواه يا هنك مثلا بواد ليزن باوريه شاش مثلا بوادنا هين كرني وانش باوريا فترة واني حقيقي وان دورتك وفي الحديث القدسي حديثة قدسي ده هي إني خلقت عبادي مع عبادي خلق عندنا حنفاء كلهم متف حنفاء خلق عندنا يعني تف لسر ديني توحيدي لسر ديني حق سر ديني كتيد الشريك تنية سروي باوريا بخدي تعالى باوريا يكيتيا كو خدي يكا ربي في عالمي كائنات ربي ويكا سروي باوريا مواخلقان ديا وإنهم أتتهم الشياطين أما الشيطان تين بدورا وات كفن فاشتالتهم عن دينهم وانش ديني وادورتكن شيطان بدورا وات كفن خراب إنساني نقان شيطاني إنسو جني تين بدورا وات كفن وانش ديني واندورتكن وحرمت عليهم ما أحللت لهم تشتيكو مجوار حلال كديال وان حرام تكن وأمرتهم أن يشركوا وأمرتهم أن يشركوا بأمري واتكن بشريكش خديرة تشيكن حاشا لباي وكيدي هرن لباي خدي تعالى نتشن لباي شريكا هرن ما لم أنزل به سلطانا هناك عقيدة وصاب وادنا هين كرني كو هيج أو عقيدة من كتابي خويكو مشاندية ده جال صار زماني تبهي خنبري خوا من نازل نكريا مجوان رتشكيوسا نقوتيا بري وادن هناك رينا كو تمامي لشاشن اف جيب في شكل هانيكي ودليل الفطرة هذا هو الدليل الذي اعتمده الإمام الغزالي إمام غزالي
ان زيدا يعني اعتماد خواد داية سرفي دليل فطرة دي قوتية دليل قوة ليت حياة انسان دا ابا، مضافا الى الادلة القرآنية. طبي قالك دليل قرآني جيانية توقظ الفطرة او دليل قرآني كو فطرة انسان شيارتك تدي وك ما قو آقركي دبني مثلا خلية دبا وبشرا يك رابوي خلية سري راك وبفكي قش بك، قالك دليل قرآن جيانية كو فطرتي قشتك، ولم يعرج على غير من الأدلة إلا اقتداء من بالعلماء النظار. يعني تدليل دي نخست يبينا أنجا قالك فان عالمي كو تحقي مسألة دا يعني تفتيش كنا ويجي اقتداء بواكيش غير دليل قرآن يجي هناك دليل دي جيانينا. فقد قال رحمه الله في كتاب خذ رحمه خليك إحياء علوم الدين دا قلت الأصل الأول معرفة وجوده تعالى، قلت أصل معرفته هبونا خذ تعالى تدي أصله هر عقيدية، وأول ما يستضاء به من الأنوار أول أكو دفي مرف خبي روناي بك أف باوريا بخذي جرى مرف قلبي خو أول بوي روناي بك طلب روناي جويبك. يعني أصل جبونا كو إنسانك بخودي باور بعول مرف القرآن ابنيرا دليل قرآن مرف جهفرا بيجا لسر باوريا بخودي لسر ناسكرنا خودي أصل دليل قرآننا مرف يعني شخوربك مسلك. فليس يخفى على من معه أدنى مسكة من عقل إذا تأمل بأدنى فكرة مضمون هذه الآيات مضموني فان آياتيكو أمي بيجن إيكو هما لمعنى وان بني رأيكو بتشيكي جي عقل بيرا هبا فرق دكاكو ربك في عالمي هي وكفي آياتكو مبارجي خواندي قال الله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. ما تخدي ده شك هي كو فاطر يعني خالق أرض وآسمان يعني أم أرض وآسمان برجع في خود بين بري أرض تنبو آسمان تنبو كائنات تنبو أفيا هركز دبيجا هر فيلوزوف هر بلي مادامي هر مسألة زانا فيا هني دبيجن كي بري أف عالم تنبي إفيقا عالمك هي أف عالم كوش تنبوني كي آني هبوني أفيا تشكي بديهية تشكي فكرية حوجي دليل ناكا هركز كافاكو يعني القلب خو تفكر بك زانا كي تشتك جبر خوفش تنبوني ناي هبوني. آية كده خويت بجا ولا إن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. أن كافر قاطيجي قافت جوا برسي توبيجي ما كي وخلقان ديه يعني كي مثلا أرض وآسمان خلقان ديه بيجن خدي خلقان ديه دورة تشكي يعني هركس في زانه. وقال تعالى خويت آية كده قلت فأقم وجهك للدين حنيفا بريق بدوي دين حنيف كتير الشرك تنيه فطرة الله التي فطر الناس أو فطرتك خذي إنسان سري خلقان دي لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم كو تبديل خلقيته خذي تني يعني خذي تعالى هر إنسان بروجا ويقافا كو تشي كريا سر تش بروجي إنسان خذي تعالى إنسان سر وي بروجي خلقينه إيدي خذي تعالى بروجا إنسان دا باوريا بخوا تشي كريا هر كسي كو دولده ولد ولده بشترى تشاوى إيكو شعبي ويهي تدي هناك شعبي ويكورتكن هناك إنسان جيتين بمرف دليزن باوريش مرف دستينن أو يابو شكلي ذلك الدين القديني الراست أف ديني فطرته دينك خدي إنسان سري خلقان ديه في شكلها هناك. فإذا في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان فطرة إنسان ده أرتق أو كهية يعني احتياجية الدليل هناك أف دليل قرآني ودليل فطرته ده هركسي ده چه احتياجي بتدليل الدنيا التنية لورا واقعية جبر فيناكي ت پیغمبری جي وقتا کو هاتيه نگوتيه خودي ونشان دي نگوتي هرش انسان ربيجه خودي هي لورا فطرته هركسي ده افيا باوريا بخودي هي اما خودي تعالى انسان را اف گوتيه پیغمبر شان نگوتيه بيجن خودي بي و الهتنن نگوتيه ببيجن خودي هي شخوا هرگز زانه هي ببيجن شخوي خدايك وهي ربك جوي بي و اله شريك جيرتنن جوي بي و الهتنن ها افج انسان را گوتنه دي خويا طلا توفيق يبدا ما تبدا برنامج الفرقه ديا وانت في امانتي خديبن حتى برنامج نو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.